دلوقتي على قناة الزمالك بيقول الحقيقة المرة بإن ليه فيريرا مشي ورجع تاني والموضوع ده. طبعا رئيس النادي دلوقتي بيقول إن المشكلة كانت إن الناس المعاونين بتوع فيريرا أجانب بيقولوا إن قعدوا يلعبوا في مخ فيريرا كتير ويقولوا له خلي بالك، أسامة نبيه عايز ياخد مكانك، وأسامة نبيه وحش بقى وعايز يبقى المدير الفني. فطبعا بدأ فيريرا يكره أسامة نبيه ومش طايقه في الجهاز، فحصل بينهم اللي حصل ده. فالزمالك مشى فيريرا وخلى اسامه نبيه مدرب. فلما عملوا اللقطه دي ففيريرا زعل جدا، وعشان بيحب الزمالك فهو مش هين عليه يمشي. ده الكلام اللي بيقولوه دلوقتي على قناه الزمالك. فالزمالك قال له خلاص احنا نخليك مستشار فني. فالراجل قال لهم انا لو سبت الملعب اموت، انا ما بقدرش اسيب الملعب. فقالوا له ما هنعمل ايه بقى، ما هو علشان يعني انت واسامه نبيه مش متفقين. فلما اسامه بقى مدير فني الماتش بتاع فيوتشر وكسب والكلام ده كله، فرجع فيريرا اعترف لمرتضى منصور بالموضوع وقال له ده بيتخانق برضه، ما علينا، هو دايما بيتخانق. آه، فرجع قال له انا اللي خلاني اكره اسامه نبيه وما احبش وجوده في الجهاز ان المعاونين بتوعي قالوا لي كذا كذا. يعني فيريرا باع المعاونين بتوعه بقى، اعترف. قال له لا خلي بالك انا مش بكره اسامه، انا اتقال لي انه هم قالوا لي دايما ان اسامه عايز ياخد مكانك فانا كرهته وما حبيتوش معايا. فراح المستشار مرتضى منصور قال لا ازاي، لا نمشي المعاونين الاجانب دول ونجيب غيرهم وترجع انت مدير فني تاني بعد اذن اسامه. فاسامه طبعا راجل بيحب النادي وابن النادي، فقال لا مش مشكله، انا مش فارق معايا ابقى مدير فني، هاتوا فيريرا تاني. عرف دي السيناريو، مصدقين القصه امين، مش مصدقينها برضو براحتكم. ده الكلام اللي اتقال دلوقتي من رئيس النادي. يعني انا مش فاهم ازاي معاونين فيريرا قعدوا يقنعوه ان اسامه ضده، وبعد كده فيريرا نفسه اعترف عليهم لمرتضى منصور وقال له دول اللي هم اللي قالوا لي، فدول خونه يمشوا. هو ده ممكن يحصل في جهاز فني؟ مش عارف. الحاجة التانية دايما في حالة كده من حالات اللي هو جمهور الزمالك انت مضحوك عليك، انت ضحية، انت بتتحارب. انا مش عارف ليه يعني الدولة هتحارب الزمالك ليه؟ يعني الدولة والريس والمنظومة الدولية عندنا في مصر فاضية للزمالك والاهلي تقعد بقى تخلي الاهلي يكسب الدوري؟ لا لا لا، خلي بالك السنة دي ما ينفعش الزمالك يكسب، خلي الاهلي يكسب. محدش، مفيش الكلام ده يا جماعة. جمهور الزمالك انت جمهور كبير وواعي وفاهم. هل انت مقتنع ان الزمالك بيبقى وحش عشان الدولة بتحاربه وعايز توقعه؟ طب بدليل ايه؟ هتقعد بقى تقول نفس كلام رئيس النادي والساعات ومش عارف ايه والكلام ده كله. خلي بالك تركي آل الشيخ ادى الاهلي فلوس، مين قال ان هو ما اداش الاهلي فلوس؟ بس ادى الزمالك فلوس. ساسي وبن شرقي مين اللي جابهم اساسا؟ بالذات بن شرقي اللي كان جايب رقم، وساسي كان عقده مش رخيص. مين دفع الفلوس دي؟ ما هو تركي آل الشيخ برضه. ولا احنا ما بنقولش غير حاجات الاهلي والاهلاويه ما بيقولوش غير حاجه الزمالك؟ يا جماعه احنا جمهور كروي وبنفهم كوره، خلينا واقعيين. يعني الاهلي النهارده كسبان في كاس العالم للانديه سياتل، ونادي الزمالك اصلا مش حاطط على الشريط بتاع الاخبار بتاعه ان الاهلي كسب. يعني كاتبين في شريط الاخبار بتاعهم كده، اخبار كاس العالم مثلا، ان الوداد خسر من الهلال السعودي بضربات الترجيح والهلال السعودي صعد من المباراه اللي قبل النهائيه. الخبر اللي بعد منه ملوش علاقه بكاس العالم للانديه. يعني ايه علاقه ده ان انتوا ما تقولوش ان الاهلي كسب على شريط الاخبار بتاع القناه بتاعتكم؟ ما ينفعش، لا ازاي؟ الحاجة التانية اللي الناس اللي قاعدة دلوقتي على القناة، يعني أقولهم لكم دلوقتي ما شاء الله جمال جدا أهم. الناس اللي انتوا شايفينها دول دلوقتي عملوا كل حاجة ممكن تتعمل، تتقال، غير ان مفيش حد فيهم قال مبروك للاهلي. هم طالعين يقولوا شوبير بيرقص على قناه اون سبورت زي الرداحه ده اللي اتقال على على لسان رئيس النادي، بيردح ان الاهلي كسب. يا جماعه انتوا نفسكم انتوا مصريين، الاهلي كسب في كاس العالم للانديه، كسب فريق امريكي يعني. لا اللي اتقال عكس كده. يعني رئيس النادي دلوقتي والناس اللي قاعده دول قالوا مبروك للهلال وهارد لك للوداد الفريق المحترم، ومحدش قال مبروك للاهلي. مش فاهم. بصرف النظر بقى عنك اهلاوي انك زملكاوي، هل اللي بيحصل ده ينفع؟ الكرة المصرية لها الله. السلام عليكم.